السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين الكرام من مصر وجامعة العربية. دمتم ودامت أيامكم بكل الخير والحب والسعادة. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. معكم أخوكم أحمد الكومي، الأمل لتعليم صناعة المنظفات. احنا النهاردة حبايبي هنعمل 120 لتر دوني بطريقة سهلة جدا، طريقة بسيطة، حاجة عالية جدا برضو لأصحاب المحلات. في البداية طبعا هنملى كمية المية بتاعتنا كلها، لأن احنا مش هنحط خامات كتير. بعد ما نملى كمية المية كلها وفاضل بس هنسيب مكان كيلو أو كيلو ونص بس فاضي. وأول حاجة معانا يا جماعة هنحط 200 جرام من الفورمالين. الفورمالين هيحفظ لنا المنتج لفترة كبيرة. طبعا نحط الفورمالين ونسيبه يوم كامل لحد ما ريحته تروح تماما. أنا طبعا حطيته يوم كامل وسبته لحد ما ريحته راحت. بعد ما ريحة الفورمالين تروح تماما هننزل معانا بأول حاجة 400 جرام من الريحة الزيتية. أنا مستخدم هنا ريحة بلو داوني شركة فريدال، من الروائح الممتازة جدا. طبعا يا جماعة أهم حاجة هنا الريحة، لو جبت ريحة كويسة هتخلي الدوني معاك ممتاز جدا. استرخصت في ريحة أو جبت ريحة غير جيدة هيكون الدوني معاك مش كويس جدا. بعد كده هنقلب كويس جدا. وبعد ما قلبنا الدوني بتاعنا كده، بعد كده حبيبي هننزل باللون الازرق. اللون الازرق مع لون السوفت الابيض هيدينا اللون اللبني. هننزل طبعا اللون طبعا على حسب الرغبه، هننزل بمعلقه ونشوف درجه اللون. هننزل بسنه بسيطه كمان من اللون ونقلبه كويس جدا، يعني حوالي معلقه كبيره من اللون الازرق يا جماعه. بعد ما دوبنا اللون بتاعنا دلوقتي هنحط اخر حاجه ومعانا اخر حاجه هي السوفت اللي هيدي تقل للمنتج. طبعا افضل طريقه لزبده السوفت ان احنا نحطه في كيس بالمنظر ده، ونجيب المقص ونخرم خرم بسيط جدا. وطبعا هننزل بيه سرسوب بسيط كده مع التقليب الجيد زي ما انتم شايفين نازل ازاي، ونقلب. طبعا ننزل بالكميه كلها ونقلبها يا جماعه عشان طول الفيديو، ونرجع لكم تاني. وبعد حبيبي ما حطينا السوفت ودوبناه وقلبناه كويس جدا هنسيبه طبعا لتاني يوم، لان انت مش هيبان اللزوجه معاك دلوقتي، بعد كام ساعه هتبان اللزوجه لحد ما السوفت يدوب تماما ويبوش في الميه. البعض منا بيعمل الدون يا جماعه وبيلاقي التقل ما جاش بسرعه، فما تستعجلش، التقل هيجي ان شاء الله لما السوفت عفوا يدوب بشكل كامل. لو ملاحظ، انا ملاحظ من هنا في قطع بيضة هنا لسه ما دابتش، السوفت لسه ما دابش بنسبه 100%. نصبر عليه ونرجع لكم تاني. وبعد حبايبي ما سيبنا السوفت بتاعنا لحد ما خد راحته وداب تماما، دلوقتي تعالوا نشوف الدوني بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، الزوجة معقولة جدا. طبعا ريحة ممتازة وفوق الممتازة كمان. طبعا انا لابس كيس يا جماعة لان الريحة بصراحة بتلزق في الايد لفترة طويلة، بتدوم في الايد لفترة طويلة. فدلوقتي اهم حاجة ان احنا نجيب ريحة زيتية جيدة. ريحة زيتية جيدة هتطلع معاك منتج كويس، ريحة رديئة هتطلع معاك منتج رديء. طبعا عملنا لوني بكل سهولة، مفيش اسهل طبعا من كده. طبعا في النهاية لو عجبك الفيديو اعمل اعجاب بالفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد من اخوك احمد الكومي. وما تنساش دعوة حلوة من القلب، احنا بنعمل ده كله عشان خاطر صالح دعاكم، فما تنسوناش من صالح دعاكم، والدعاء ايضا لوالدي بالرحمة والمغفرة. يلا السلام عليكم.